في يوم من الأيام هتفتح باب أوضتهم ومش هتلاقيهم. السرير اللي كنت بتظبطه كل يوم هيبقى فاضي، اللعبة اللي كنت بتدوس عليها بالغلط مش هتلاقيها، والضحكة اللي كانت مالية البيت هتتحول لصوت هدوء تقيل اسمه الوحشة بعد ما الأولاد كبروا. يمكن ساعتها تفتكر إنك كنت بتتمنى اللحظة دي، بس لما اللحظة دي تيجي فعلا هتتمنى ترجع يوم واحد من الأيام اللي هي الفوضى والضحك والتعب عشان تحضنهم تاني. لما الأولاد يكبروا البيت هيبقى أنظف بس أهدى من اللازم. مش هتسمع خبط الكراسي ولا الصريخ على مين ياخد الريموت، مش هتلاقي رسومات على الحيط ولا بذور يستفندي على الأرض، ولا حد جاي يقول لك بابا وماما شوفوا أنا عملت إيه. هتفتقد كل التفاصيل الصغيرة اللي كنت فاكرها إزعاج، وهتكتشف إنها كانت هي الحياة نفسها. لما الأولاد يكبروا هتمشي في السوبر ماركت من غير ما حد يشد إيدك ناحية اسم الحلويات، هتقرأ كتابك في هدوء بس من غير ما حد يقطعك علشان يحكي لك حاجة مضحكة حصلت في المدرسة، وهتلاقي قلبك بيتجن لكل لحظة كنت فيها معاه، كل مرة كنت تزعق فيها عشان الفوضى، وكل مرة كنت تقول لهم بلاش دوشة. صدقني هتيجي لحظة تتمنى ترجع حتى لو الدوشة دي. خليك معاهم دلوقتي، اسمعهم واحضنهم واهتم بيهم وبتفاصيلهم الصغيرة، اشحن رصيد حب في قلوبهم لأنك بكرة هتحتاجه. والتربية مش مجرد تعليم ولا زعيق ولا صراخ، التربية ذكريات بتتبني وبتفضل محفورة في القلب. ما تفوتش لحظة ممكن تضحك فيها معاهم، ما تستناش لما يكبروا وتقول يا ريتني كنت استمتعت بيهم أكتر. لو الكلام ده لمس قلبك حتى لو لحظة يبقى المكان ده ليك. هنا بنتكلم عن الأبوة وعن التربية وعن الحب الحقيقي اللي بيعيش بعد ما الكل يكبر. اشترك في القناة مش علشان رقم جديد، لكن علشان نكمل الرحلة سوا، رحلة أب وأم بيحاولوا يربوا أولادهم بحب ووعي. اضغط على اشتراك وفعل الجرس وخلي كل فيديو جديد يكون تذكرة إن العمر بيجري بس الحب الحقيقي هو اللي بيفضل.